تعادل ما بين بيراميدز وما بين الزمالك، تعادل بهدفين مقابل هدفين في مباراة كانت خناقة على أرض الملعب وخناقة برضو بره أرض الملعب ما بين الجهازين الفنيين. مباراة انتهت بخناقة بره أرض الملعب ما بين الجهازين الفنيين، ومشهد كده ما نحبش نشوفه وما نحبش يظهر على الشاشات بتاعتنا. التعادل النهاردة كان حاضر في افتتاحية الدوري بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة لبيراميدز. نادي الزمالك اللي عنده مشاكل كتيرة جدا، اللي ما عملش أي انتدابات ولا أي صفقات ولا أي كلام من ده، على العكس تماما وعلى النقيض تماما نادي بيراميدز اللي عمل انتدابات وصفقات وكثف من جهوده في تطوير اللعيبه وعمل معسكر كمان، والدنيا حلوه جدا. ولكن في النهايه الكفه بتكون للتعادل بهدفين مقابل هدفين. سيناريو كان عجيب، تقدم بيراميدز بهدف، ثم في الشوط الثاني تعادل الزمالك، ثم مكسب الزمالك، ثم تعادل بيراميدز. والشوط الثاني كان بتاع البودلة اللي سجلوا الثلاث اهداف. بالنسبه انك بتتكلم، دونجا سجل هدف التعادل الاول للزمالك، ابراهيم نضاي سجل هدف المكسب، بيجي رمضان صبحي البديل بيسجل هدف التعادل لبيراميدز. الثلاث لعيبه نازلين كبودلة. شوط اول كله لبيراميدز، شوط اول كل الخطوره فيه لبيراميدز والتسجيل فيه كان من نصيب بيراميدز. شوط اول كان فيه مساحات كتيره جدا ما بين اللعيبه، وجبات كتيره جدا ما بين لعيبه نادي الزمالك، ومش منتشرين على ارض الملعب كويس. على النقيض تماما انتشار ممتاز جدا من لاعبي بيراميدز، تحرك جيد جدا جدا ما بين الخطوط من لاعبي بيراميدز كلهم بلا استثناء. كل اللعيبه كانت بتتحرك كويس جدا من لاعبي بيراميدز ما بين خطوط نادي الزمالك، كانوا قريبين ومقربين من بعض، والكره ما بينهم كانت قريبه. عكس لعيبه نادي الزمالك، اللاعب بيستلم بيبص حواليه بيلاقي صحراء، مش عارف مين موجود حواليه، هيبص لمين، هيلعب لمين، مش عارف ومش داري. وشوط اول كان فيه لخبطه كتيره جدا لنادي الزمالك. نادي بيراميدز كان بيلعب على الضغط العالي، بيلعب على ان لاعب واثنين وثلاثه يضغطوا على حامل الكره من لاعبي نادي الزمالك، اللي هو اساسا ما عندوش حلول الباص ولا في مساحات ضيقه ما بينه وما بين لعيبه، لا ده في مساحات كتيره جدا، ولاعيبه بيراميدز بيكملوها وبيضغطوا بلاعب واثنين وثلاثه. وخلينا نقول ان نادي بيراميدز ضيع منه المكسب النهارده في الشوط الاول، كان يقدر يخرج الشوط الاول بهدف باثنين بثلاثه. خلينا نقول ان الشوط الثاني بقى اتبدل الحال، التبديلات جابت النتيجه، اما نادي الزمالك بقى قدر يرجع في النتيجه وقدر يشتغل ويرجع في النتيجه كويس. بنبص وبنلاقي ان نادي الزمالك فجاه تراجع، فجأة ساب الكرة للاعبي بيراميدز من تاني. انت هنا لما تسيب الكرة للاعبي بيراميدز للعيبة بالامكانيات دي اكيد لازم تتعاقب. بيقدر نادي الزمالك ان هو بعد ما رجع يدخل فيه التعادل، وكان ممكن كمان يدخل المكسب. خلينا نقول ان في نهاية المباراة انا حاجة واحدة بس اللي هتكلم عليها، سيبك بقى من اي فنيات ومن اي حاجة، ان نادي الزمالك بكل حاجة بيمر بيها، بكل حاجة سيئة بتحصل داخل نادي الزمالك، كلنا عارفين اللي بيحصل جوه نادي الزمالك، مش لازم اقعد اتكلم فيه، كلنا عارفين ايه اللي بيحصل. بكل ده يجي كلنا كنا متوقعين ان بيراميدز هيفوز على الزمالك، ان الزمالك داخل المباراة وهو خسران. لا، ده نادي الزمالك قدر بعد ما يكون خسران يرجع في النتيجة ويكسب، ولكن الكرة ما بتمشيش معاه وبتخرج تعادل. فخلينا نقول ان هنا في لعيبه بتلعب من اجل اسم، لعيبه بتلعب من اجل حاجه. اما لعيبه بيراميدز فانا شايف ان كل لاعب بيلعب من اجل اسمه هو، من اجل نفسه هو. صدقوني لعيبه بيراميدز النهارده من وجهه نظري لو كان ينفع معاها انهم يشوطوا من نص الملعب هيشوطوا من نص الملعب، مش هيختاروا قرار الباص ابدا، مش هيختاروا قرار اللعب الجماعي ابدا. لعيبه بيراميدز النهارده كل لاعب عايز يشوط، عايز يسجل، عايز يقول انا هنا. كل لاعب عايز يفرض عضلاته ويستعرض مهاراته عشان يقول انا نجم الفريق الاول. عبد الله السعيد بتسديده اولى لبيراميدز، عبد الله السعيد الذهب ما بيصديش، بيسجل تسديده اولى يعني ايه زي ما بقول كده في شرخ كامل كان في حته نادي الزمالك. الاثنين ثلاثه هنا واثنين هنا، وفتحوا جاب كبير جدا. عبد الله السعيد بيسدد منه، ثم بيرجع دونجا في بدايه الشوط الثاني بيسجل التعادل، بعديه ب5 دقائق على طول ابراهيم نضاي بيسجل المكسب لنادي الزمالك. رمضان صبحي في نهايه الشوط الثاني او في اواخر المباراه بيسجل التعادل لبيراميدز. دي كانت مباراه النهارده. المكسب النهارده والمستفيد النهارده من نتيجه المباراه بالفعل هو النادي الاهلي، القطب الثالث او القطب الاول بقى لمصر او القطب الثالث للاثنين انديه، هو المستفيد من نتيجه المباراه. ونتيجه مباراه هي اللي هتفرح جمهور النادي الاهلي. حلقتنا خلصت، سلام.